السلام عليكم. اهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. النهاردة هنعمل مع بعض القرص اللي بالعجوة. حاجة كده ما شاء الله تحفة. ده غير فايدتها ونظافتها، وطبعا معمولة في قلب البيت. اللي ما عملش اشتراك معايا يعمل اشتراك ويدوس على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ونقول بسم الله. انا معايا 4 كيلو دقيق. 4 كيلو دقيق. احنا اتفقنا يا جماعة ان كيلو الدقيق عليه ربع كيلو سمنة. تمام. يبقى 4 كيلو دقيق، ومعايا معلقتين سكر، معلقتين خميرة فورية، ذرة ملح او نص معلقة ملح. وانا معايا كيلو سمنة مجمدة شوية، قلت افكها على النار، مش طبعا اسخنها ولا اقدحها، لا افكها على النار. وده لبن عندي كان رايب، وكان فيه لبن برضو مجبن، حطيت الاتنين على بعض، كان فيهم تكتلات، قلت اضربهم بالهاند بلندر عشان خاطر ينعم معايا. ونزلت بالكيلو سمنة على الاتنين كيلو لبن على الدقيق، وعجنتهم كويس جدا ولتتهم كويس قوي. طبعا بنقعد نعجن فيهم وقت يعني مش قليل، لغايه اما تتلم والعجينه تنعم معانا. هنقرصها مع بعض ونحشيها عجوه زي ما انتوا شايفين، ونبططها. هو المفروض بعد ما بقرصها بريحها شويه، بس انا حبيت اوريكم ان انا هشرحها كده بالسكينه زي الفران والقرص اللي بعجوه اللي بنشتريها جاهزه من بره. زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما فردتها في الصواني بمشي عليها بالسكينه كده. ودي بيضه عندي عليها ظرف فانيليا، وهدهن وش القرصه وعشان خاطر السمسم يلزق عليها كويس جدا. وبعد كده هقوم ماسكه الفرشه وهي برضو لسه فيها بيض، همشي على السمسم اللي انا حطيته عشان يثبت كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وعملنا برضو قرص على وشها سمسم بحبة البركة، كله فايدة لينا وللأولاد. هنسيب القرص بتاعتنا تخمر كويس جدا قبل ما ندخلها الفرن. ودي معانا بعد ما خمرت زي ما انتوا شايفين ارتفعت معانا. هدخل بيها ده فرن غاز، بس انا في الطبيعي بتاعي انا بحطها في فرن البوتاجاز عادي جدا، بس ماما بقى استسهلت وقالت لا انا اعملها في فرن الغاز. ودي كانت القرص بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. لونها ذهبي وجميل، طرية جدا وخفيفة، وريحتها تجنن، وما شاء الله ضامنة نظافتها في قلب بيتك. حاجة معمولة على ايديكي، وبتفرحي اما الحاجة بتطلع مظبوطة معاكي وبتطلع حلوة وبتعجب اللي حواليكي. يا رب تكون عجبتكم وتكون طريقة سهلة وبسيطة. والسلام عليكم.